متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل اكله جميله عملتها معاكم قبل كده. عملناها بكميه قليله لاسره صغيره. تعالوا بقى ما شاء الله نعملها لعيله كبيره. ماما لما شافت الفيديو قالت لي لا تعالي بقى، تعالي اكلينا الجمال ده وقولي لنا بيتعمل ازاي. فيلا بينا. هنعمل الاول صينيه بطاطس بالطريقه العاديه خالص. حطيت ملح وكمون وشطه وفلفل اسود وحبه زيت وحته تومه. وهبدأ بقى احط البصل بتاعي هقطعه، ممكن تقطعوه في الكبة لو انتوا عايزين. يعني لو انتوا مش عايزين بقى صينية بطاطس اصلا وتحمروا بطاطس براحتكم، ارجعوا شوفوا الفيديو التاني عملتها بكل تفاصيلها بكمية اقل. ارجعوا شوفوها يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، وكومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني. وبشكر اي متابع ومتابع جديد، شرفتوني ونورتوني في قناة المتواضعة. تعالوا بقى ايه، بصوا زي ما انتوا شايفين معايا بصلتين محترمين كده او 3، عشان ما شاء الله هنعمل كمية محترمة وتكفي عيلة. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها. واهم حاجة الدعكة دي بقى، البصلة مع التومة مع البهارات بتاعتها، بصوا بتطلع بقى الريحة وتضرب في الدماغ. مقطعه البطاطس بتاعتي وهبدأ احطها بالطريقة بتاعتنا العادية السهلة اللي ما فيهاش اي حاجة خالص يعني، بس عشان الولاد برضو يعرفوا ياكلوا فعملناها جنب الاكل عشان إز يعني. محدش حب الأكلة، بس الحمد لله الحمد لله بألف هنا عليهم. عجبتهم قوي 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 بصراحة يعني، وكله شكر فيها عجبتهم. جربوها ان شاء الله تعجبكم. حطيت بقى عصير طماطم وزودت كمان صلصة طماطم، صلصة جاهزة يعني، عشان كنت عايزة بس اللون بتاعي يبقى حلو معايا، ولو في شوربة يبقى افضل، لو ما فيش انا زودت مية بصراحة. هحط لها كده مكعبين 3 زبدة او سمنة لو انتوا عايزين، وهسيبها على نار عالية. لما تغلي غلوتين ههدي عليها النار لحد ما تتشرب وهحطها في الشواية. تمام كده. تعالوا بقى نعمل الكفتة. طبعا لازم ماما تشاركنا في الموضوع عشان يبقى ايه الاكل كله بركة. معايا لحمة مفرومة تقريبا 1.5 كيلو. تمام كده. حطيت عليها نسبة دهون، لو انتوا اللحمة بتاعتكم فيها نسبة دهون كافية ما تحطوش. حطيت معلقتين توم كبار، وكمان تقريبا 3 بصلات كده كبار محترمين ضربناهم في الكبة. كنت انا المساعد بتاعها يا جماعة. وبدأت احط كده الملح بتاعي. تمام كده. وهحط فلفل اسود وحبهان مطحون وبابريكيا عادية بقى او مدخنة براحتكم، ممكن تحطوا شطة لو انتوا عايزين، وحبة قرفة صغيرين. تمام كده. بس كده. وهندعكها بقى دعكة حلوة لحد ما توصل تلاقوا الخيوط بتاعتها بصوا بانت كده. احنا بقى عملنا ايه، حطيناها في الكبة، اخدناها لفة كده في الكبة فبقت تمام معانا. تمام كده. ايوه. هنبدأ بقى ماما تصبعها زي ما هتشوفوها دلوقتي. تعملوها بقى صوابع، تعملوها كور، دي حاجة ترجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الصابع محترم، صابع يعني مش اي حاجة. فبصراحة طلعت كمية حلوة وما شاء الله كفت كمان وفاضت يعني ما شاء الله، والولاد كلهم حبوها الحمد لله. فما تنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم عشان نتشجع كده ونعمل لكم ان شاء الله فيديوهات حلوة تعجبكم، ويا رب نكون بفيدكم كده لو بحاجة بسيطة في قناة المتواضعة. بصوا بقى هنعمل كل الكمية بنفس الشكل. احنا سيبناها في التلاجة يعني، انا سيبناها كده في التلاجة شوية، كان لسه شوية على الاكل يعني، فصبعناها وجهزناها وكانت لسه شوية. تمام كده. تعالوا بقى نكمل بقية الاكل بتاعنا. معايا بقى 3 بصلات او 4 على حسب بقى ما انتوا بتحبوا، بس يعني بصوا ما تستخسروش لان هتحبوه قوي. البصل كده زي ما انتوا شايفينه انا بقطعه جناحات كبيرة شوية، يعني مثلا البصلة بقطعها 4 أو 5 بالكتير قوي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. اول بقى ما بدأت اشتغل شغلت الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة.
تمام. ومعايا كمان الطماطم هقطعها بنفس الشكل، مع تقريبا دول برضو 4 طماطمات 4 طماطم. ومعايا كمان 3 فلفل، ممكن تستغنوا عن الفلفل الاخضر بس كان حلو برضو. حطيت بقى ملح وحبهان، تمام، وفلفل اسود، حبهان مطحون بس، وحبة زيت بقى. انا حطيت بصراحة زيت زيتون وجوز الطيب عشان انا كنت ناسيه جوز الطيب. جوز الطيب دي زياده من عندنا يا جماعه. بصوا احنا بنحبها في الاكل، احنا مش بنكتر فيها ولا حاجه، بس هي بصراحه بتدي طعم الاكل حلو قوي. انا هنا حطيت زيت زيتون، ممكن تحطوا بزيت عادي. الوصفه اللي انا كنت عاملاها التانية كانت بزيت عادي، يعني انا بصراحه كنت هنا عامله صينيتين اصلا ما شاء الله بالف هنا عليهم. عملت واحده عاديه بالزيت العادي وواحده بالزيت الزيتون، فما فرقتش كتير. تمام كده. هحطها بقى في الفرن نص ساعة لحد ما الخضار بتاعي يتشوى. تمام كده. ايوه، تعالوا بقى نحضر لها الصوص بتاعها اللي هو الطحينه. هو انا قلت لكم انا بعمل ايه؟ انا بعمل كفته بالطحينه يا جماعه. هي اكله فلسطينيه اصيله. بصوا انا لما بذكر اصلا فلسطين او بفضل يعني ما اقول لكم ادعوا لهم وكده الفيديوهات بتقع، فحطوا بقى لايكات عشان الفيديو يترفع. حطيت كده كوبايه طحينه، عليها كوبايه زبادي، عليها ربع كوبايه ليمون او ليمونه كده كبيره، او لو الليمون صغير يبقى ليمونتين. تمام كده. وهحط كمان كمون، وهحط ملح بس مش كتير عشان انا لسه ليها خطوه كمان. تمام. وهندوق برضو الملح بتاعنا. وحطيت سماق او سماق على حسب بقى ما بتقولوا عليه. هقلب بقى تقلبتين لحد ما تتخن كده معايا، هتلاقوها ان هي تخنت وهي كده جاهزه معايا. تمام كده. وهنركنها على جنب لحد ما الخضار بتاعنا يتشوى. وهي البطاطس ما شاء الله هحطها بقى في الشوايه. تمام كده. وهتتحمر وبقت معايا زي الفل. هنا بقى الخضار معايا اتشوى، وجبت بقى الكفته بتاعتي وبدات ارصها. وانا كنت عايزه ارصها اللي هو الشكل الورده، بس يعني فكس مني. بس عادي يعني هنظبطها كده، هفضل ارص فيها يمين وشمال لحد ما تترص معايا. تمام. وزي ما قلت لكم ما شاء الله بالف هنا، انا كنت عامله صينيه تانية. تمام كده زي ما انتوا شايفين. يعني حطيت على قد ما اخدت مني الصينيه، وهدخلها تاني الفرن لحد ما الكفته ما شاء الله تنزل ميتها وتبدا تستوى معايا. هبدا انزل الميه دي في طبق. تمام. او الصوص ده تحفه يا جماعه، كان ريحته فظيعه. اخدته كده وحطيته على الطحينه اللي احنا عملناها. ما خففتش الطحينه بميه، لا انا خففتها بالصوص اللي نازل من الخضار والكفته. بصراحه كان جميل قوي. عشان كده انا قلت لكم ما تزودوش ملح لما تدوقوها، يعني لما تلاقوها بقى خفت معاكم كده. ايوه انا عايزاها بقى خفيفه، مش عايزاها زي الطحينه اللي هي بناكلها، لا خفيفه. ولو الصوص بتاعكم كان قليل ممكن تزودوا حبه ميه. وتدوقوا بقى الحياء بتاعها، الملح تظبطوا ملح وبهارات، وحطوها بقى كده على الصينيه. ما شاء الله ما شاء الله كانت ريحتها وطعمها خطيره خطيره بجد والله. الصوص ده بقى ملوش حل. بصوا يعني الصوص ده لوحده حكايه. انا عملت كمان جنبها رز ابيض، ودي ما شاء الله كان السفرة بتاعتنا، وده كان غدانا. انا عايزة رأيكم، جربوها مش هتندموا. لو انتوا اكلتوها قبل كده قولولي رأيكم فيها ايه، بس جربوها لو اول مرة تشوفوها، جربوها مش هتندموا خالص. كانت تحفة بصراحة، عجبتني قوي 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 وعجبتهم الحمد لله. وبألف هنا على كل اكل منها. وده كان فيديو النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.